لو فاكر انك ناصح ومش هتتسرق في ميلان، يبقى تعالى اقول لك انك عايش في الاوهام. انا البير سابتي، وهي دي اشهر طرق النصب في ميلان. اول طريقه هي طريقه الحظاظه او الاسوار، واللي فيها واحد في الاغلب افريقي هيجي يعرض عليك حظاظه هديه، واول ما تقبلها هيطلب منك فلوس. والحل في الطريقه دي انك تتجاهله تماما او ترجع له الحظاظه. رقم 2 هي الذره اللي هيجي يدوها لك في منطقه الدوامه، واللي الهدف الاساسي منها هو التصوير. هيطلبوا منك فلوس، ولو اديتهم 1 أو 2 يورو هيقولوا لك مش كفايه. والحل انك تصمم انك تديهم 1 أو 2 يورو او تقول لهم هطلب لكم البوليس. 3 بقى هي طريقه التصوير. واحد هيجي يعرض عليك يصورك صور، وبعد التصوير هيسالك على فلوس علشان يبعتهم لك. والحل في الطريقه دي انك تفاصل معاه في السعر. 4 بقى هي اكبر طريقه للنصب في ايطاليا كلها. هتلاقي مجموعه من الناس متلميه حوالين شخص بيخبي كوره تحت 3 كوبايات، والناس بتتراهن مين اللي هيلاقي الكوره، واللي بيلاقيها بيكسب 50 يورو. والحقيقه ان الموضوع ده كله نصب، وكل الناس اللي بتلعب دي متفقه مع الراجل. ولو عايز تتفادى الفخ ده اوعى تراهن. اخر حاجه ما تنساش عمليات النشل المنتشره في كل مناطق ايطاليا، وعلشان تحمي نفسك تحط دايما حاجتك كلها في شنطه وتحطها قدامك، واوعى تحت اي شكل تشيل عينك من عليها او تنساها في اي مكان. انا البير سابتي، مسافر ومرشد سياحي في ايطاليا، ولو عجبك الفيديو اعمل له سيف.